هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا الفترة دي مهتمين شوية زيادة عن الأيام التانية في حاجات الدايت. علشان بقى احنا داخلين خلاص على الصيف واللبس الصيفي بقى والحاجات دي، فاللبس الشتوي كان بيبقى مداري حاجات كتير. اللبس الصيفي الصراحة هيكشفها كلها يعني. فاحنا بدأنا في يعني نظام خفيف كده لأي حد عايز مثلا ان هو يتبع اكل صحي وفي نفس الوقت يكون بياكل كل الاكل الطبيعي بتاعه. يعني مثلا لو حابب كريب، نعمل له بديل الكريب بالدقيق الصحي اللي هو دقيق الشوفان او دقيق الحمص. مثلا عايز قرصة بدل ما ياكلها بالدقيق الابيض، لا ياكلها ببديل الدقيق الابيض. يعني في بدائل كتير جدا وفي حاجات كتير جدا جدا حلوة جدا وصحية، وفي نفس الوقت تحسس بالشبع قوي، ومش هتخلينا ابدا ابدا مثلا حاسين بان احنا محرومين او حاجة. يعني انتي هتاكلي وهتخسي برضو. تمام كده. انا اول حاجة انا هعمل الوصفة بتاعتي النهاردة. انا هعمل قرص وكرب من الذرة. مش سوري، مش الذرة، اللي هو الحمص اللي هو بتاع الطبيخ، مش حمص الشام. تمام، اللي هو الحمص اللي بيبقى عامل زي الشكل ده بالظبط. مش حمص الشام، حمص بتاع اكل يعني، بتاع طبيخ ممكن نطبخ بيه. تمام، هو ده. انا بصراحة مش عارفة اسمه ايه بالظبط، بس مش حمص الشام، يعني الحمص التاني. سعراته الحرارية بتبقى قليلة جدا جدا، وبيبقى مغذي وفيه فيتامين كتير الصراحة ومينرالز يعني كتيرة. واضافته للاكل بيبقى مشبع جدا، وفي نفس الوقت بيدينا طعم برضو لذيذ جدا، وما بنحسش بفرق كبير ما بينه وما بين الدقيق الابيض. انا هنا كان معايا حوالي ربع كيلو من الحمص، نقعته طبعا قبل بليلة، وسبته بقى منقوع الفترة دي كلها. وبعدين بعد كده جبته صفيت المية منه خالص، ومعايا بيضة، ومعايا باكت فانيليا ممكن تستبدلوها بخل، ومعايا كمان معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. ودي المقادير بتاعتنا، وطبعا هنعجن بيه مية. خلاص. انا هنا معايا ربع كيلو، عمل لي حوالي كوبايتين ونص من كوباية الشاي العادية المعيارية العادية. هحط عليهم حوالي يعني ممكن يعني كوباية ونص مية، ده بالكتير. تمام. انا هنا بس ببدأ ان انا اضرب بالس كده واحدة واحدة لحد ما يبدأ ان هو يتعجن معايا او يتطحن معايا كويس، لان انا هعمله في الخلاط مش هعمله في كبة، لان انا عايزة قوامه سايب شوية زي قوام الكريب، لان انا هعمل في البداية كريب. خلاص. وبرضو مننساش برضو ايه، يعني رشة ملح صغيرة، وممكن نحط كمان بما يعادل معلقة واحدة بس من السكر، واحدة بس من السكر. طبعا هو كريب مالح، ممكن تعملي بيه زي اي كريب ممكن تشتغلي بيه، مثلا تعملي بيه سندوتشات كريبات، مثلا فراخ مشوية، بطاطس اللي هي الصحية في الاير فراير مثلا، صوصات صحية في البيت. يعني ممكن تستبدلي كل حاجة بتاكليها من بره مش كويسة بحاجات صحية في البيت. بجد بجد هتفرق معاكي جدا ومع عيالك ومع اهل بيتك. فظيعة. انا هنا جبت طاسة من بتاعة الكريب الكبيرة، جبت فيها شوية قطع كده صغيرة من الزبدة، بدأت ان انا اسيحها كده، وبدأت انزل بالعجينة. لو تلاحظوا ان العجينة سميكة شوية، وهو انا قصده هنا اعملها سميكة شوية، لان انا عايزة رغيفة الكريب الواحدة بتاعة الكريب تكون يعني شوية محملة، يعني الواحد ياكل واحد من الكريب يكون شبع وتمام تمام، وتقلقوش هتستوي وهتبقى زي الفل. بل بالعكس، لو اتعملت رفيعة قوي ورقيقة قوي قوي، ممكن ان هي تتقطع منكم في التقليب وكده. آه، تمام. فحتى لو يعني هي اصلا العجينة بتبقى كويسة جدا، وطعمها انا ما حسيتوش فارق الصراحة عن الدقيق الابيض، وصحي اكتر. مفيش بقى جلوتين، مفيش مقاومة انسولين مثلا ممكن يتضروا منها، مفيش الكلام ده خالص. هو حاجات كويسة جدا. تمام. واحسن حاجة فيه ان هو عشان الناس اللي عندها تعب في الجهاز الهضمي مثلا، عندهم دايما بيتكون غازات، تقلصات، حاجات زي كده، الدقيق الابيض او الجلوتين عامة بيأثر يعني عليهم بشكل سلبي، ودايما بيبقى فيه انتفاخ عندهم ومشاكل في الهضم كتير جدا بسبب الجلوتين اللي هو جاي من الدقيق الابيض. يا جماعة خلوا بالكم من النقطة دي. فاحنا هنا بنستخدم بدايل صحية، وفي نفس الوقت ما حرمناش نفسنا، وفي نفس الوقت برضو هتقومي شبعانة جدا جدا، وتبقى حاجات مشبعة جدا لابنك في المدرسة. مثلا ممكن تديله واحد كريب كده، وتطبقيه مثلا تطبيقة السندوتش العادي، وتحطي له مثلا جوه اي توبينج انت عايزاه، هيبقى ساندوتش صحي جدا وجميل، وفي نفس الوقت مشبع، وما عملوش اي حساسية، ما عملوش اي حاجة.
تمام. فالبدائل الصحيه دي بتبقى فعلا 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 حلوه جدا. وطبعا انا هنا كنت بجربه لاول مره، فجربته بيه ربع كيلو بس من الحمص. انت ممكن عايزه تكتري الكميه كتري الكميه، عايزه تعمليها كلها قرص بس زي ما هنشوف دلوقتي تمام، عايزه تعمليها كلها بتاوي تمام، زي ما انت حابه تعملي وعايزه تشتغلي وعايزه تطلعي برودكت حلو في الاخر يفيدك، انت اضرب اهل بيتك. تمام. فهنا احنا بنعمل كريبايه كريبايه، ولو تلاحظوا ان هو بيبقى سميك شويه، فانا بسيبه شويه ياخد لون حلو من ناحيتين بحيث ان هو يكون مستوي تماما من جوه، بيبقى فعلا فعلا خطير. انا هنا بقى عشان اعمل القرص جبت شويه من الزيتون، جبنا الموتزاريلا، وكمان شويه من الفلفل الرومي الاحمر الالوان. تمام. قلبتهم مع بعض مع العجينه اللي احنا عملناها بتاعه او الخليط اللي احنا عملناه بتاع الكريب، قلبتهم مع بعض كده، وهاخد منهم بالكبشه وهنزل برضو على طاسه الكريب. طبعا في الخطوه دي انت ممكن تعمليه في صاج مثلا، تدخليه الفرن وتستوي كانها قرص عاديه جدا. ممكن تعمليها على النار زي ما انا عملت. انا الصراحه كنت عايزه انجز، وكده كده معايا طاسه الكريب فعايزه انجز بيها وفكره جديده، فبدات ان انا اخد بالكبشه كده واحط ايه كميات عايزه اطلعها بشكل مدور زي القرص بالظبط، وفي نفس الوقت عايزاها تكون مستويه. فهنا بس عشان المقطع ده اتقطع مني، انا عملت تريك هنا. اول ما حطيت الحاجه بتاعتي، طبعا النار متوسطه في كل الاوقات، النار متوسطه. ماشي. اول ما حطيت القرص كده بدات ان انا اسلكها بس من تحت، خلاص انا كده اطمنت ان هي خدت لون من تحت شويه او اتمسكت من تحت، فهقدر ان انا اقلبها. بس طبعا لسه من فوق طريه، فببدأ ان انا اغطي عليها واسيبها شويه، اغطي عليها واسيبها شويه صغيرين خالص، النار تحت متوسطه علشان ما تتلسعش مني. تمام. اول ما احس ان هي شدت شويه بس كده، هبدأ ان انا اقلبها على طول على الناحيه التانية. انا هنا اهو بقلبهم كلهم، هتحسوا ان هي من فوق طريه لسه. تمام. طبعا عادي جدا، هنبدأ ان احنا نقلبهم بس اتمسكت شويه. تمام. هبدأ ان انا اقلبهم كده، وفي نفس الوقت زي ما قلنا تاني هنرجع نوطي ونغطي، نوطي نار شويه ونغطي عليها، هتطلع مستويه جدا جدا من جوه، وهتبقى خطيره خطيره خطيره، واخده اللون الجميل اللي احنا عايزينه من الناحيتين. والقرص دي يا جماعه غنيه جدا، انت ممكن تضيفي لها مثلا اي توابل انت عايزاها على الجبنه مثلا او الحاجه، لان انا حسيت الصراحه ان هي يعني دلع شويه، ناقصه شويه ملح. يعني انا حسيتها كانها قرصه ما فيهاش اي اضافات من جوه غير مثلا الزيتون او حاجه. انت لو عايزه تحطي توابل معينه حطي، عايزه تحطي نوع جبن ليها طعم شويه عشان تبان تمام. تمام. انا هنا حبيت احط برضو اعمل برضو نظام القرص، ولكن بشكل طولي زي الساندوتش مثلا. كنت عايزه اشوف شكله هيطلع عامل ازاي وهيبقى حلو في الاكل، ولا القرص افضل مثلا. برضو بنعمل نفس الكلام. ببدأ ان هو مجرد ما يتشمع كده من ياخد لون من تحت ويتشمع كده من فوق شوية، هبدأ على طول ان انا اقلبه وهوطي وهغطي. تمام. اهم حاجة في الخطوات بتاعة القرص طالما هي بتبقى سميكة شوية عن الكريب، ان احنا نوطي ونغطي ونسيبها على جنب شوية لحد ما تستوي، ونقلب طبعا على الناحيتين، وخلاص على كده. وبكده حبايب قلبي يكون خلص معانا الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تجربوا الفكرة دي بجد. القرص دي مشبعة جدا جدا، الكريب برضو حلو قوي. وما تنسوش الاشتراك في القناة يا حلوين، الاشتراك الاشتراك الاشتراك، اهم شيء الاشتراك في القناة. وعايزة اشوف لايكاتكم وتجاربكم وكومنتاتكم الجميلة. اتمنى يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.